السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. النهاردة هنعمل معاكم صينية بطاطا الحلوة. تمام، يا رب بس تنول إعجابكم. دلوقتي أنا معايا دي كيلو إلا ربع بطاطا، قشرتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا يعتبر كوبايتين مية، اللي هي الكوباية الكبيرة دي. تمام، ومعايا كوباية إلا ربع كده سكر، نحطها كده عليها. تمام، وهنوطي عليها النار ونسيبها لغايه ما تستوي ونرجع لكم. نعمل معاها كمان بشاميل، بس مش بشاميل بقى الحادق بتاع البشاميل بتاع المكرونه، لا هنعمل بشاميل حلو. هيبقى بدل الملح هنحط سكر وهنحط فانيليا. تمام، معايا كده كيلو الا ربع لبن. اللبن ده على حسب ما انتي حابه، يعني تزوديه تقلليه. تمام، ومعانا معلقتين دقيق كبار. معايا هنا في الحله معلقتين سمنه، او زي ما انت عندك دقيق، بس طبعا لو سمنه او زبده بتبقى احلى. هنحطهم هنا في الحله تتقدح زي البشاميل بالظبط الحادق اللي بنعمله. تمام، وهنحط بقى معلقتين دقيق كبار. انا كده حطيت معلقتين دقيق كبار مليانين. طبعا هنحمر الدقيق وننزل عليه باللبن. تمام، والفانيليا. هنحمر الدقيق ونرجع لكم. هنا زي ما قلت لكم، بعد ما حمرنا الدقيق اهو، هننزل باللبن. بسم الله. اهو تقل على طول اهو، بس انا هنديله بردك تقريبا لسه كده على النار يتقل اكتر. تمام، طبعا كل واحد ودقيقه، يعني لو المعلقتين ما كفتيش ممكن تحطي 3. انا بقى مش هحط هنا سكر خالص، مش هحط هنا سكر خالص، عشان انا حاطه في البطاطا سكر وهي سكر، فكفايه ايه سكر في البطاطا بس. واحط بقى الفانيليا على البشاميل، كيس فانيليا. تمام، اهي نسيبها بقى شويه على النار كده، نقلب فيها ومش مكلكع اهو الحمد لله على طول اهو. محتاجش حتى لو كلكع منك زي ما قلنا نضربه في الخلاط. تمام، هنسيبه حبه. هنا اوريكم القوام بتاعه اهو، تقيل شويه اهو، ميبقاش خفيف قوي، نتقله شويه. تمام، ونرجع بقى للبطاطا. حابه اوريكم هي قربت خلاص دخلت في السوا اهي، او بس البكبكه البسيطه دي كده، الجوس البسيط ده ينشف شويه. هنبتدي بقى طبعا ندعكها بالهراسه او بالشوكه زي ما هيكون عندك. هنخليها كريمي خالص بس نصبر عليها شويه. تمام، اهي كده خلاص هي استوت البطاطا، والميه بتتشرب خلاص ما فيهاش فيها اي ميه. وزي ما قلت لكم البشاميل انا مش حاطه عليه سكر، عشان دي خلاص انا حاطه فيها سكر ومسكره، فعشان ما يبقاش السكر شديد قوي بتاعها. وكمان الناس اللي مثلا عندها سكر او حاجه، حتى لو كلت ايه معلقه صغيره منها ولا حاجه ما تتعبش. عامه هي اكله حلوه مفيده للاطفال جدا، لان احنا اطفالنا محتاجين نشويات وسكريات، وفيها لبن كالسيوم ومفيده جدا. تمام، هنطفي عليها بقى ونهرسها كويس ونحطها في الصينيه ونرجع لكم. اهي بقت ناعمه جدا جدا جدا. وهنا حطيت طبقه خفيفه جدا من البشاميل في الصينيه اللي هحط فيها البطاطا. هنحط بقى البطاطا في الصينيه ونرجع لكم. كده البطاطا اهي حطيناها، وزي ما قلنا لكم حاطين طبقه البشاميل خفيفه من تحت. تمام، وعليه الصينيه اهي سويناها بطاطا في الصينيه. هنبتدي بقى ايه نحط واحده واحده مع بعضينا كده ايه البشاميل كده اهو في كل الصينيه. هنسويه ونرجع لكم. كده حبايبي سوينا البشاميل اهو من فوق اهو بالمنظر ده. البشاميل كده اتسوى مع فوق. هنحطها في الفرن 10 دقايق، فرن سخن. هدخله بس نديها وش ونطلعها وهكون جاهزه ان شاء الله. ودي شكل النهائي للبطاطا بعد ما خلصت. انا ولعت الفرن الاول من تحت
اول ما ابتدت الوش هنا كده يصفر كده شويه، رحت ولعت الشوايه، بس الشوايه حرقت على طول زي ما انتم شايفين كده من فوق، بس هي يعني حلوه وطريه اهي. بس طبعا هي سخنه مولعه، يعني مش هقدر ان انا اقطعها دلوقتي، هسيبها تبرد وتستهدى واحطها في التلاجة، وبعدين هوريها لكم لما ايه اقطعها. هطلع لكم قطعه اهي، البطاطا اهي اندمجت مع البشاميل اللي من تحت، واهي منظرها اهي. يا رب تكون نالت اعجابكم، وطعمها خطير جدا، وجربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وبالنسبه للاطفال حاجه جديده مش هياكلوها بالطريقه المعتاده، هتعجبهم جدا. وبعد انا ما فتحتها شكل الصينيه من جوه تمام. وادي اهي القطعه اللي خرجتها، البطاطا اهي بالبشاميل ساقعه بقى ومسكت نفسها اهي. واحلى بقى ايه، شايفين عامله ازاي؟ احلى صينيه بطاطا مغذيه للاطفال. ويا رب تكون الوجبه دي عجبتكم، ويا رب تكون نالت اعجابكم واشوفكم على خير في حلقه جديده من يوميات غدا وندى. مع السلامه.